السلام عليكم. معكم عزة العابدي، فنانة تشكيلية في رسم الفطري. أنا من مدينة مراكش. بديت المسار الفني هذه شي 20 سنة، وعرضت في شاركت في معارض كثيرة في المغرب، وشاركت في بلجيكا، فرنسا، اسبانيا. الحمد لله خديت جوائز في هذا الفن الفطري. بالنسبه لي انا ما درتش، انا عصاميه، ما درتش شي مدرسه، ولكن عشت في واحد الرياض اللي هو داك الشكل ديالو الاركيتكتور ديالو والزخرفه ديالو خلاتني نعشق الفن والزخرفه. ودابا تنحاول نعبر على داك الشيء اللي عشت فيه، على التقاليد المغربيه، وعلى اون جينيرال سافو دير الرياضات وداك الحفلات اللي كانوا تيكونوا في الرياضات. داك الشيء تنحاول نديرهم في اللوحات ديالي. وانا تنعشق الزي الامازيغي، وتنحاول ندير هذوك المجوهرات ديالهم ودوك لا حساب الزرابي ولا حساب فهمتي اي حاجه. تنحاول ندير انسان صافي دير، تندير واحد القصه سواء على الزواج في المغرب وعلى التقاليد ديالنا والعرف. كيفاش جاتك الفكره تشاركي في هذه رحله فن؟ بالنسبه للفكره باش جيت لهذا المعرض، انا كنت شاركت في اول ملتقى ديالو في 2012 هنايا مع السي جليل، وعجبني الحال وكانوا زوار وكان واحد الملتقى ناجح. ومنين جاتني هاد الدعوه ما ترددش وجيت، حيت عجبني الجو فاش كاين هذا المعرض، وانك تتلاقى مع ناس اللي تستفد منهم وتستفدوا منك. هو ملتقى ثقافي محض، عنده واحد الجماليه زوينه، وزيدون باش ترسم بين الجبال وبين هذا الجو اللي هو البراج لالا تكركست. انا تعجبني هذا الملتقى، قد ما كان عندي الدعوه تنجي ليه بدون تردد.